شحال من واحد فينا فكر يعطي لشي حد فلوس صحيحة ويرهن عنده دارو وكيبقى داك الوسواس خدام ليه في راسو، واش هاد الفلوس بصح مضمونة ولا غير كنرمي رزقي في الماء؟ اليوم غادي نحطوا النقط على الحروف وغادي نفهموا هاد الموضوع مزيان. وهاد السؤال اللي كيطرحه اي واحد كيفكر يدير الرهن الشعبي راه ماشي سؤال عادي، هذا السؤال ديال الخلعه، والجواب عليه هو اللي غادي يحدد واش رزق العمر غادي يبقى محمي ولا غادي يمشي. تبعوا معايا مزيان، حيت هادشي اللي غادي نشرحه ماشي غير معلومات وصافي، هذه هي خريطة الطريق باش الواحد يضمن حقه ويعرف يفرق بين الضمانة ديال بصح وندامة. فالاول فكره الرهن الشعبي كتبان همزه ما كايناش بحالها، عرض مغري بزاف، ولكن واش هي فعلا فرصه العمر ولا فخ مصوب على حقه وطريقه؟ يلا ندخلوا المعقول ونشوفوا الحقيقه ديال هذه القصه كامله. شوفوا معايا هذا العرض شحال كيبان زوين، كتعطي واحد المبلغ كبير مره واحده وكتسكن في دار بكرا رمزي، يعني حسابيا القضيه رابحه، شكون اللي ما غاديش تغري هذه الفكره؟ ولكن الخطر ماشي هنا، الخطر كاين في اللي مخبي مورا هذه الارقام. ودابا غادي ندخلوا لقلب المشكل. الكارثه الكبيره هي ان هذه العمليه اللي كيديروها آلاف ديال الناس ما عندها حتى شي اساس قانوني صلب كيحمي مول الفلوس. هي في الحقيقه ماشي رهن بالمعنى القانوني ديال الكلمه. هادشي اللي كتسمع بسميه رهن هو في الحقيقه غير جوج ديال الوراق، كل وحده في جهه وما كيجمع بيناتهم والو. ورقه كتقول ان مول الدار كيتسالك الفلوس، وورقه ثانيه كتقول ان كاري من عنده، وهاد الوراق واخا يكونوا صحاح ما كيعطيوكش ديك الحمايه اللي كتخايل. وهنا فين كيطيح الواحد في الغلط الكبير، كيحس بالامان وكيقول انا رهن دار وضامن فلوسي، ولكن في الواقع القانوني هو شاد في يديه مجرد ورقه ديال الدين وعقد ديال الكرا، وهادو بجوج ضعاف بزاف قدام المحكمه. والاخطر من هاد الشيء كامل هو انك ما كتخسرش فلوسك حيت تنصب عليك شي شفار، لا، كتخسرهم بالقانون، وكاينين جوج ديال الفخاخ قانونيه كبار الناس ما كيشوفوهمش حتى كيفوت الفوت. شوفوا معايا هذا الرقم 15، هذا الرقم بوحده قادر يمسح ليك رزق ديال عمرك كامل. كيفاش؟ هذه هي المصيدة ديال التقادم. القانون المغربي واضح، اي دين شخصي داس عليه 15 عام وما طالبتيش به رسميا في المحكمه صافي حقك فيه كيموت. يعني مول الدار يقدر يبقى يجرجر فيك، صبر عليا هذا العام الجاي، هو عارف ان الوقت خدام لصالحه، حتى كدوز 15 سنه وكيضيع عليك حقك بشكل نهائي وقانوني. الكارثه الثانيه واللي كتوقع بزاف هي ان مول الدار حيت ما كاين حتى شي رهن حقيقي مسجل على العقار ديالو، عنده كامل الحق يبيع دارو في اي لحظه وبلا ما يشاورك ولا حتى يعلمك. وكتفيق في صباح الله حتى كتلقى واحد ما عمرك شفتيه كيدق عليك، كيوريك وراق الملكيه الجديده وكيقول لك هاد الكلمه، كيصيفط لك انذار بالافراغ وهو عنده القانون في صفو. وملي كتمشي تواجهه وتقول ليه وفلوسي اللي عطيت، الجواب القانوني بارد وقاطع، هذيك مشكلتك مع اللي سلفتيه ماشي معايا انا. وكتبقى تابع خيط ديال الدخان، كتقلب على واحد يمكن باع وسافر ونسى الموضوع كامل. ولكن كاين الضوء في الاخر ديال النفق، الحل موجود قانوني وما كيخلي حتى شي مجال للشك او للمشاكل. الحل سميتو الرهن الرسمي الحقيقي. واش عمركم سولتوا راسكم علاش البنكه اللي كتسلف الملاير عمر شي واحد ما قدر ينصب عليها في شي رهن عقاري؟ الجواب بسيط، حيت البنكه ما كتخدمش بالثقه، كتخدم بالقانون وبالطريقه الصحيحه الوحيده اللي كاينه. الرهن الحقيقي هو عقد رسمي كيتسجل في المحافظه العقاريه مباشره على التيتر ديال الدار، وملي كيتسجل ديك الدار ما كتوليش تقدر تباع ولا يدار عليها اي تصرف قانوني الا بالموافقه الكتابيه ديالك. كتولي ضامن حقك في العقار نفسه ماشي غير في كلمه ديال بنادم. شوفوا الفرق شحال كبير. الرهن الشعبي هو مجرد علاقه ثقه شخصيه، القانون كيعتبرها دين عادي كيتقادم وما كيحميكش نهائيا اذا تباعت الدار. اما الرهن الحقيقي فهو حق عيني على العقار، يعني حقك لاصق في الارض ماشي في الشخص، مسجل في الدوله وكيمنع اي واحد يبيع داك العقار حتى يرجع لك فلوسك بالكامل. اذا السر كامل هو هذه الجمله، فاش تكون غادي تعطي فلوس ديال الرهن فكر بحال البنكه وتصرف بحال البنكه، ما تقبلش باقل من الضمانه القصوى. اذا الخلاصه سهله، كاين طريق ديال المغامره والمخاطره وكاين طريق ديال الامان والضمانه، والاختيار خاصو يكون واضح وما فيش تردد. المعادله واضحه كيف الشمس. الرهن الشعبي هو خطر مباشر على رزقك، والرهن الرسمي الحقيقي هو الحمايه القانونيه الوحيده اللي عندك. اذا المره الجايه فاش تبغي دير هاد العمليه ما تغامرش برزقك اللي جمعتيه بعرق كتافك مقابل كلمه او ورقه ضعيفه. سير مباشره عند الموثق وطلب تسجيل رهن رسمي في المحافظه العقاريه.
ديك الساعه نعس على جنب الراحه، حيت فلوسك حاميها القانون القوي، ماشي مجرد كلمه ديال الثقه اللي تقدر تتبخر في اي لحظه.